ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل لعيبه الكوره كل نفسهم يلعبوا كوره ان شاء الله. اشوفكم في اكبر واحسن الانديه. معاكم كابتن اسلام مصطفى في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اختبارات نادي الانتاج الحربي. بس لو انت اول مره تتفرج عليا ولسه مشتركش في القناه انزل دلوقتي حالا تشترك في القناه، ولو مشترك بالفعل ما تنساش تدينا لايك كده اللي بيدينا طاقه وحافز عشان نصور لكم فيديوهات كتير الفتره الجايه. ولو ليك صاحبك مهتم بنفس المحتوى اعمل له شير عشان نستفيد زي ما انت تستفاد بالظبط من غير كتير. يلا بينا نبتدي الفيديو، يلا بينا. هنتكلم النهارده عن اختبارات نادي الانتاج الحربي. نادي الانتاج الحربي من الاختبارات القويه المهمه، بس للاسف السنه اللي فاتت كان بنسبه كبيره جدا كان عامل القطاع استثماري، يعني نص القطاع مجانا ونصه استثماري، والنسبه الاكبر كان استثماري، وبالنسبه للبراعم كان به كله استثماري. فمن يومين كان منزل خبر على صفحة النادي ان لغى التعاقد مع عرفة جروب، وهي اللي كانت شارية القطاع الاستثماري. ده خبر كويس جدا وفرحني، لان بكده الاستثمار خلص في الانتاج الحربي. ويا ريت ما يتمش التعاقد مع حد تاني، وانا اتوقع ان هو مش هيتم التعاقد مع حد تاني، وهيبقى النادي مش استثماري وبدون مقابل مادي. فدي حاجه كويسه جدا، وكده اختبارات الانتاج الحربي هتبقى اختبارات مهمه جدا، وناس كتير هتروحها وناس كتير تستفاد منها. مش هيقول لك بعد ما تنجح احنا عايزين مبلغ مادي. ويا ريت كل الانديه تبتدي تعمل كده، بالذات الانديه اللي عندها امكانيات ان هي تصرف على القطاع، مش محتاجه ان هي تبيع الاستثمار عشان تصرف على القطاع. خطوه كويسه جدا في القضاء على الاستثمار، خطوه كويسه جدا في الكره المصريه. يا ريت كل الانديه تطبقها، ويا ريت ما يتمش تعاقد مع حد تاني، ويبقى فعلا النادي ناوي ان هو يعمل القطاع مش قطاع استثماري. فدي حاجه كويسه جدا، لان الفتره الاخيره شفنا منتخبات الاولمبي والمنتخبات الصغيره قد ايه اتضررت من الكلام ده كله، وقد ايه المواهب اتدفنت، وقد ايه المواهب الكويسه مش قادره تاخد حقها بسبب ايه؟ قله الامكانيات الماديه. طيب امتى اختبارات نادي الانتاج الحربي؟ اختبارات نادي الانتاج الحربي بيبقى من اول الاختبارات اللي بتتعمل، يعني بعد العيد على طول هتلاقيني بنزل فيديو بميعاد الاختبارات بالظبط والمكان وكل التفاصيل باذن الله. الانتاج الحربي من اول الاختبارات، فانت خليك مستعد من دلوقتي. حاول ان انت تتمرن، ما تقعدش في البيت طول شهر رمضان ده اتمرنه. خليك جاهز بعد العيد على طول ان شاء الله هتلاقي الاختبارات كلها بدايه من انتاج لباقي الانديه كلها بتبتدي تعمل اختبارات. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده. لو محتاج اي حاجه ممكن تكتب لي في الكومنتات تحت، او تعمل لي فولو على الانستجرام وتكلمني. يا رب تكونوا استفدتوا. كان معاكم اسلام مصطفى من قناه يوميات لاعب كره القدم. اشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم.